تعالوا هقولكم على اهم سبب من اسباب تساقط الشعر والحل كمان بتاعه، وهو عدم غسيل الفرش. ان احنا نسيبها الفرش او المشاط الحاجات دي نسيبها من غير ما نغسلها نهائي او ننضفها، وده بيسبب تساقط وتقصف للشعر كبير جدا. وضروري اننا ننضفها مرة كل شهر عشان الرواسب والزيوت اللي عليها تتشال. ده كمان بيسبب الروائح الكريهة في الشعر. فهقولكم على طريقة ازاي تعقموهم وتنضفوهم كويس جدا وفي دقايق بسيطة خالص. اول حاجة حطيت الفرش والمشاط كلهم وحطيت عليهم مية سخنة بتغلي لحد ما غطيتهم كلهم بالمية السخنة، وحطيت كمان شامبو او شاور اي حاجة يعني علشان انضف بيها الفرش والمشاط. تقدروا بقى تنضفوا باي فرشة عندكم، فرشة اسنان قديمة او فرشة زي دي، اي فرشة يعني او اي حاجة يعني هتقضي الغرض. المهم جيت قعدت ادعكهم كده بالفرشه. نسيت كمان ان انا اقول لكم اني حطيت خل علشان التعقيم، عشان يبقوا نضاف في نفس الوقت معقمين كويس. وطبعا الفرش والامشاط بتاعه الاطفال لازم تتعقم كويس كل فتره. عايزه اقول لكم ان الفرش والامشاط دي بيتعلق فيها كميه بكتيريا واتربه مش معقوله. يعني انا المشط الرفيع اللي انا ماسكاه ده بجد كان مليان تراب، مش عارفه اطلعه ولا عارفه انضفه خالص الا بالطريقه دي. يعني ده اصلا كان مركون عندي مش عارفه استخدمه، فافتكرته وطلعته وقلت انضفه معاهم. بجد طلعت في ثانيه ما بقاش فيه اي حاجه. بعد ما بنضفهم بقى كلهم بسيبهم يعني منقوعين 5 دقايق بس، وبعدين بشطفهم على طول بميه فترة بقى او اي ميه عادي. المهم ان هو كده نضف. وبعدين بعد ما شطفتهم كويس بجيب فوطة ناشفة ونضيفة زي كده علشان يتصفوا عليها كويس وينشفوا. عايزة اقول لكم انها مش بتاخد وقت خالص، يعني دقايق بسيطة وتكون الحاجة ناشفة ونضيفة وخلاص تمام كده. عايزه اوريكم شكلها بيلمع ازاي، مفيهوش اي حاجه كاني لسه شاريها. وبرضو استنوا الفيديو الجاي لاني هقول لكم ازاي نسرح الشعر بشكل صحيح، لاني اكتشفت ان طريقه التسريح الغلط بتسبب تساقط وتقصف برضو كبير جدا للشعر. بس بوريكم برضو الامشاط مفيش الحتت الصغيره من جوه عند السنون دي مفيهاش اي حاجه، نظيفه تماما. بصوا رجعوا كاني لسه شارياهم بجد. فالطريقة دي اعتمدوها مرة كل شهر، تنضفوا كده تلموا كل الفرش والمشاط اللي موجودين عندكم وتعملوا الطريقة دي. مش هتاخد معاكم اي وقت ولا اي مجهود. ما تنسوش لو حابين توصل لكم كل الفيديوهات الجاية تدوسوا على زر الاشتراك او سبسكرايب تحت، وتشاركوا الفيديو كمان مع اصحابكم ومعارفكم علشان يستفيدوا.